البطاطا الحارة من أطيب المقبلات اللبنانية. رح أعملها بطريقة بسيطة وسريعة وسهلة، إن شاء الله تعجبكم. تابعوني نشوف كيف طريقة تحضيرها. هلأ عندي بالبداية بجيب كمية من البطاطا، بقسمها مكعبات وبغسلها كثير منيح، ورح أبلش أقلي فيها طبعا بزيت غزير ويكون عندي حامي لتاخد اللون الذهبي. شايفين اللون بيجنن. وهلأ برفعها عن النار، وهلأ بطنجرة أو بمقلاي بنزل عليها زيت زيتون وكم سن توم مهروس، ورح نزل عليها ضمة من الكزبرة الخضراء، وهلأ رح نزل عليها من المطيبات رشة فلفل أسود، رشة بابريكا حارة، وكمان رح نزل عليها قرن فلفل أحمر حار. هذا اختياري. ورح أرجع أنزل عليها البطاطا اللي قليتها وأقلبهم كلهم مع بعض. وهلأ رح زبط الملح، ما بحكي لكم الريحة خيال. ورح أنزل عليها بعصير ليمون تعطينا طعم كتير طيبة. وحسيت إنه البطاطا ناقصها كمان كزبرة، فرجعت نزلت عليها كزبرة. وهلأ كله رح أقلبه مع بعض. شوفولي بس هالمنظر بيشهي. شايفين كيف طريقة تحضيرها كتير بسيطة وسريعة وسهلة، ما بدها ولا أي شيء. حبايبي كنت معكم نسرين السعدي. لو عجبتكم وصفتي ما تنسوا الاشتراك بصفحتي. صحة وهنا للجميع. دمتم بأمان الله.